هعمل معاكم بقى النهارده السبانخ. بجد بقى اللي مش بيحب السبانخ هيحبها بعد ما يدوقها بالطريقه دي. اول حاجه طبعا معايا بقى السبانخ بجيبها، بس بشيل الراس بتاعتها وطبعا بقطعها بالعيدان بتاعتها عادي خالص. اهم حاجه بس ان انا اقطعها حجم صغير. ومعايا بقى حزمه كده من الكزبره الخضراء، بس بشيل منها العيدان وباخد الورق بس، وبقطعها برضو صغير خالص. اهم حاجه بقى في السبانخ والخضره انهم يتغسلوا كويس جدا. فانا بجيب بقى حله كده بملى نصها من الميه، وبنزل بقى السبانخ والخضره واحطها في الميه كده، وافضل اغسل فيها لغايه ما تطفو على الوش كده. بشيلها واحطها في المصفى. بكرر العمليه دي مرتين 3 كده لغايه ما تنضف تماما، واسيبها بقى تتصفى لغايه ما احضر التسبيكه بتاعتي. معايا بقى حله حاطه فيها بقى معلقتين من الزيت ومعلقتين من السمنه البلدي، واول ما يسخنوا كده بنزل بقى ببصلايه مقطعاها مكعبات صغيره خالص كده، وافضل بقى اشوح فيها لغايه ما يبقى لونها ذهبي غامق. بلاش تحمر عشان ما تحماش على قلبنا، خليها بس كده تديكي اللون اللي هو الذهبي الغامق. بعد كده بنزل بقى بشفشق كده من الطماطم، عصرتها كويس في الخلاط بس من غير ما اصفيها ومن غير اي حاجه. وهنزل بقى بالملح ومعلقتين من معجون الصلصه عشان بس تظبط اللون، وعليها كمان فلفل اسود، ومعلقه بقى كده من البابريكا او من الشطه زي ما تحبوا، او ممكن تحطوا الاتنين. وبعد كده بنرفعها على النار لغايه ما نحضر اللحمه بتاعتنا. هنسلق بقى اللحمه اللي هنحطها في السبانخ. هنجيب حله ونحط فيها قطعه من السمنه، وانزل بقى باللحمه كده لغايه ما تاخد تشويحه كده من على الجنبين وتاخد لون من على الجنبين. بعد كده بنزل بقى عليهم ببصلايه وطماطمايه وورق لورا وقرن فلفل وكام فص كده من الثوم. وبعد كده بنزل عليهم بميه بتغلي. اهم حاجه الميه تكون معديه اللحمه كويس. وبحط بقى رشه من الجنزبيل وفلفل اسود حصى، بلاش بودر عشان خاطر ما يغمقش الشوربه. بعد ما الشوربه خلاص اللحمه بتستوي معانا، بنزل بقى بالملح، وكده معانا بقى احلى شوربه تستخدموها. بعد بقى ما التسبيكه اتسبكت معانا بنزل بقى باللحمه. اهم حاجه بس اللحمه ما تكونش استوت سوا كامل، تبقى يعني 3/4 سوا كده، لانها هتكمل سواها جوه التخديع. بعد كده بقى بنزل السبانخ بعد ما اتصفت كويس جدا، وعليهم كمان معلقتين من الرز. طبعا كمان ممكن نضيف معلقتين برضو كبار كده من حمص الطبيخ، بس اللي موجود ممكن نضيفه. بعد كده بقى اسيبهم بقى على النار لغايه ما السبانخ تنزل ميتها وتشربها كمان. بلاقي بقى القوام بيبقى تقيل شويه، بنزل بقى بكوبايتين او كوبايه ونص من الشوربه، وطبعا على حسب القوام اللي انتوا حابينه. يعني لو حابينها تقيله مش بتزودوا شوربه كتير، ولو حابينها خفيفه بتزودوا شوربه، بس انا بحبها متوسطه. برفعها على النار بقى وبسيبها تغلي مع بعض كده لمده ربع ساعه على نار هاديه كده لغايه ما اعمل الطشه بتاعتي. معلقه من السمنه البلدي وعليها بقى كده بتاع 10 فصوص من الثوم مهروسين. واول ما لونهم يبقى ذهبي كده بنزل بقى بمعلقه كبيره من الكزبره الناشفه، وبنزل بقى بالطشه كده على السبانخ بعد ما خلاص اتاكد انها استوت معايا. اول ما بحط الطشه بغطيها على طول عشان خاطر بقى السبانخ كلها تاخد كده بقى من ريحه الطشه الجميله. وبعد كده بقدمها. جربوا الطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم، وبالف هنا.